محدش جرب يخش على النت ويفتح صفحة جوجل ويكتب فيها شوارع مصر ويدوس انتر؟ حاولوا جربوا الموضوع ده. اول 10 نتائج هيظهروا في اول صفحة هتبقى فيها على الاقل 4 صور فيهم صور الزبالة في شوارع مصر. ده مبدئيا. والجزء الثاني هيبقى غالبا الزحمة في مصر، عربيات كتير واقفة، حادثة، تمام، شارع والع، اي حاجة من الحاجات دي. فده مفهوم محرك البحث عن شوارع مصر. ولما تنزل شوية في شوارع مصر وتيجي تبص في الشارع بقى من جوه نفسه، هتلاقي الشارع ده فيه كام حاجة جميلة جدا لو انتوا بتاخدوا بالكم منها. انا بقعد ساعات ابص كده للشارع دوت، بيصعب عليا والله. الشارع نفسه، الشارع لما انت بتيجي تبص كده، لو انت يعني بص كده تخيل الشارع ده بيحصل فيه ايه. الشارع ده بيمشي عليه عربيات نقل، وبيمشي عليه عربيات نص نقل وربع نقل، وبيمشي عليه اتوبيسات، مينيباصات وميكروباصات، تويوتا والترامكو والسوزوكي الصغيره دي، وبيمشي عليه تريسيكل وموتوسيكل وفيسبا ومكنه، عشان دي تصنيف جديد، مكنه، اي مكنه وخلاص، تمام. وبيمشي عليه عجل، والعيال الصغيره ساعات بتلعب سكوتر، ده غير العجل اللي بيأجروه من الراجل. يعني لو كل واحد عنده عجله ماشي، لا ده هم بيأجروا عجل من الراجل، اللي هو العجله ابو 3 عجلات ده اللي بيعملوا لها دريكسيون. احنا بنعمل العجله دريكسيون في البلد دي، يعني احنا بنعمل عجله وبنحط لها دريكسيون حديد بدل الجدون بتاعها. اختراعات. تمام. ده غير طبعا الميكروباصات نفسها، ده في اختراع جوه الميكروباص جامد قوي، بالذات التويوتا. الراجل الياباني اللي صمم العربيه ده ما بيفهمش، حمار. هو بالنسبه لنا حمار. الراجل اللي عمل العربيه دي عملها تشيل 14 بني ادم، احنا بنقدر نخليها تشيل 17. ليه بقى؟ بنشيل الكرسي اللي ورا السواق وبنحط حته حديده صغيره كده اهو، دكه نقعد عليها 3 زياده غير الناس اللي قاعده في العربيه، ويبقوا قاعدين لازقين رجليهم في رجلين بعض. عنده واحد سروجي، ولازم تلاقي السروجي حاطط لك الكارت بتاعه في البلاستيك بتاع الظهر اللي قدامك. يعني انت تبقى قاعد قدامك، اللي قدامك مديك اللي قفاه، وانت شايف مثلا سروجي احمد عبد الغفار مكتوبه كده اهو، واخد بالك؟ فاللي هو ايه بيعلن لنفسه في قفا الناس. المهم يعني ما علينا. غير الميكروباصات والكلام ده كله، في عربيات بقى بتمشي على الشارع، برضه بتمشي في الشارع. في عربيات في على ارض البلد دي زستافه لحد دلوقتي بتمشي في الشارع. في عربيه 126 و125، وفي سيات، في سيات بتمشي في الشارع لحد النهارده، بتمشي السيات في الشارع ومعاها العجل، احنا قلنا اللي الناس مأجراه. وغير ده كله العربيات الكارو، عربيات كارو ماشيه في العربيه بيجرها حمار ماشيه في الشارع. واحيانا العربيه دي بتبقى هي سر المشكله كلها. يعني العربيه دي ما تستبعدش ان هي ممكن تكون موقفه المحور مثلا، او موقفه ميدان لبنان، عربيه بحمار، او عربيه بحصان وحمار، او عربيه حط حصان قدام بيجري، وحمار يا عيني زي فيلم شمس الزناتي متمرمط وراه عمال يتسحب، وانت عادي مفيش مشاكل بتتفرج على المنظر، جزء من الشارع يعني. ده غير طبعا الناس اللي ماشيه في الشارع. غير الكلام ده كله، الناس اللي ماشيه في الشارع، والناس اللي واقفه بتبيع في الشارع، والعربيات التانية، العربيات بقى اللي هي ايه، من نوع احنا بس اللي اخترعناه. عربيه كبده، عربيه كفته، عربيه كشري، عربيه كسكسي، عربيه طعميه، عربيه فول. نقفش عربيه الفول بما ان انت نازل الصبح من بيتكو رايح الشغل. مشهد جميل جدا، ويعتبر هو من مشاهد الفولكلور اللي احنا مشهورين بيها، وهي الناس اللي بتاكل فول. لدرجة ان احنا اتعمل لنا اعلان السنة دي كان بيقول ان المواطن المصري هو الخبير رقم 1 في اكل الفول. انا مش فاهم ايه الميزة في ان انت بتاكل فول، يعني ايه اللي يخليك خبير فول؟ يعني ايه خبير فول؟ خبير في الذرة مثلا؟ خبير الفول رقم 1 دي حاجة مهمة ان انت تبقى بتعرف تاكل فول عشان يتعمل لك عليها اعلان. فول الناس بتاكله وخلاص يعني. فول بيتاكل من قدرة، القدرة دي بتاعها صغيرة من فوق قد كده وكبيرة ومدورة من تحت، وما بتعملش حاجة فيها غير الفول. يعني انا ما شفتش اي حد بيعمل اي حاجة تانية في القدرة غير الفول. فهي دي الاكلة اللي احنا بقينا خبرة فيها، الفول. مبروك عليكم يا مصريين، انتوا الخبرة في اكل الفول. اكل الفول اهم كتير من القنبلة الذرية. اكل الفول اهم كتير جدا من ان احنا نعمل اي حاجة في حياتنا، ملناش دعوة بحاجة. اكل الفول اهم من ان احنا نخترع ايباد، بس نستخدمه مفيش مشاكل عادي. فمبروك علينا اكل الفول.
بالنسبه لاكل الفول بقى، وانت كده ماشي من قدام اي عربيه فول واقفه في الشارع، بص حوالين العربيه، سيبك من العربيه نتكلم عليها بعدين، بغض النظر عن عين الحسود فيها عمدي حلاوه، ونخلص الفول انا مش مسؤول، واللي هو ايه اغرف وعبي، يعني اي حاجه، يعني اي جمل بتتكتب وبتتقال والدنيا لوز العنب عادي يعني. فبغض النظر عن اللي بيتكتب على العربيه، وبغض النظر عن اللي بيتقال، وبغض النظر عن الكلام ده كله، بص حوالين العربيه نفسها بقى. العربيه ما بتبقاش العربيه قائمه بذاتها، لا بيبقى فيها ايه، مستلزمات حواليها. يعني خلي بالكم ان العربيه هتلاقي جنب عربيه الفول كده اهو في جردلين بيض محطوطين جنب الراجل فيهم ميه. الجردلين دول بعد ما سيادتك بتاكل، الراجل بيمسك الطبق بينزل الطبق في الجردل ده ويشيله، وفي الجردل التاني ويشيله، ويحط فيه فول لحد تاني غيرك ياكله. ده مبدئيا. الميه دي بتترمي اخر اليوم. اخر اليوم ده اللي هو ممكن يخلص الساعه 12 كده، الميه دي معاه من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 12 واحده كده اهو، بيغسل فيها الاطباق. حلو. فطبيعي ان طبق الفول اللي بيتعمل لك فيه السندوتش يكون اصلا ما بيتغسلش. ليه؟ لان هو بيحط فيه فول بس، يعني هو شايف ان هو عشان بيحط فيه فول بس فمش مشكله ان هو يتغسل. فتلاقي الطبق كبير ومعلقه كبيره جدا او شوكه، والطبق ده ممكن يتعمل فيه فول بالزيت الحار، فول بالزيت الحلو، فول بالبيض، فول عادي وانت تاكله برضه مفيش مشاكل. وغير العربيه دي حاطط لك بقى ايه من بره كده بار صغير عشان يحط لك عليه اطباق الفول والبصل الاخضر والبصل اللي مش اخضر والفلفل، تلاقي جنبه شنطه فيها فلفل كتير او بصل كتير كده وتقعد انت تضرب الفول ده. غير بقى اصلا يعني ده كله كوم، والقدره اللي سيادتك بيغرف لك منها الفول دي بيبقى مش طالع منها غير البق بس، البق ده بيبقى لونه بني من كتر الفول اللي عليه، استباحكوا عنب. بعد ما بتضرب الاكله الجميله من عربيه الفول طبعا، هو بعد ما بيخلص يهمه ان هو ينظف العربيه، يولع بجاز الشارع مش مشكله، هو نظف العربيه يروح ماسك الميه رميها في الارض، وماسك الاكل يرميه في الارض، اللي هو بقى ايه، انت سيادتك وانت بتاكل البصل اتبقى منك شويه عروش، فهو خد العروش دي وراح ايه رماها في الشارع برضو عادي. يعني اللي هو اهم حاجه ان هو يجي يلاقي مكانه دوت موجود، مش مهم نضيف بس موجود. ده مبدئيا يعني. فانت بتفطر من عند الراجل ده وبتخش عادي وتقضي يومك عادي، وبعد كده ايه بتخرج تروح ترجع في الشارع. احنا كلنا بننزل مع بعض الصبح في نفس الوقت، كل الناس نازله مع بعض في نفس الوقت، رايحه نفس الحته، يعني تلاقي ان الزحمه في نفس المكان، في نفس كل حاجه. يعني انت كل الناس نازله وسط البلد الصبح، كل الناس ماشيه على المحور وهي راجعه من اكتوبر الساعه 5. في اماكن بتبقى زحمه في اوقات معروف ان هي زحمه في الاوقات دي، ده غير ان احنا بقينا زحمه على طول، فالشارع ما بيريحش، لان احنا بنخرج في وقت وبنرجع في وقت، وفي النص ناس تانية بتقدم خدمات في الشارع، فالشارع هو الحاجه الوحيده اللي ما بتريحش. احنا بنشتغل فتره 10 ساعات 12 ساعه 20 ساعه، بنروح ننام، الشارع ما بينامش. الشارع احنا في الاجازات بتاعتنا بننزل نلعب كوره في الشارع برضه، يعني كل ده احنا بنعمله في الشارع. فانت ساعات كده تتخيل كده، انا ساعات والله بقعد اتخيل الشارع ده بكل المنظر اللي هو فيه ده. عمرك يعني عمركم ما خدتوا بالكم من حاجه لما تلاقي شارع لسه متسافل الجديد، شارع لسه متسافل الجديد، امشي في اي شارع لسه متسافل الجديد تمشي عليه كده تبص في الشارع، لازم تلاقي فن، مش جرافيتي بقى ولا الكلام ده، لا فن مصري اصيل. غطيان الكازوزه اللي على الارض والاسفلت دايس عليها متسفلته، لازم اي شارع جديد متسفلت تلاقي شويه غطيان كازوزه كده مرميه على الارض والبلدوزر عدى عليها عادي، يعني مسافلتها مش ما هي موجوده. ده منظر جمالي من اللي موجود في الشارع. فالشارع يعني استقباله للحياه بعد ما الاسفلت ده اول ما بينزل، واستقباله للناس كده اهو، بيلاقي فيه كازوزه اترمت في وشه واتداس عليه، فتتوقع ان انت تعمل اي حاجه. وبخلاف خلي بالكم من نقطه ثانيه، ده احنا اتكلمنا على سلوك عربيه الفول بس، ده في ناس تانية عارفين الناس اللي بتمشي في الشارع مره واحده كده بدون اي مقدمات وتروح رمي قذيفه مدويه على الشارع، ما عملهاش حاجه بس هي قررت ان هي تعمل كده، مش مشكله خالص. فكل الناس دي بتمشي في الشارع، كل الناس دي بتعمل كده في الشارع. الشارع بيستحمل مننا كتير قوي، كتير كتير. وعربيات الاكل دي كتير قوي، كتير كتير جدا. والموضوع مش عربيات الفول بس، ولا عربيات البليله ولا عربيات الكسكسي ولا الكلام ده كله، لا 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 لا. بس هو في يعني بمناسبه موضوع عربيات الاكل كده، في كام حاجه تخص الاكل جت في دماغي يعني، وبفكر فيها من وقت للتاني. مبدئيا
هو احنا ليه بنقرف من الناس اللي احنا بنسمع ان هي بتاكل مثلا مخ قرد؟ في افريقيا بياكلوا مخ قرد، احنا بالنسبه لنا مخ قرد يا الناس دي مقرفه، ايه القرف ده؟ بالنسبه للكبده والمخ اللي احنا بناكلهم ايه؟ مخ ايه اللي بناكله؟ جاموسه، او مخ جاموسه، بقره، خروف. ايه اللي فرق القرد عن الخروف مثلا يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ده انبه من ده مثلا، فده يعني البقره يعني اذكى من القرد مثلا؟ دي حاجه كويسه احنا ناكل مخ بقره بالنسبه لنا عادي، وفي افريقيا ياكلوا مخ قرد يعني مش فاهم انا يعني. في حاجات كده لو ما تسمع مثلا ايه، في فرنسا بياكلوا وراك ضفادع، ايه القرف ده؟ ولا بياكلوا جراد مثلا، بس وراك الضفادع، خلينا في وراك الضفادع. في بلد بتاكل وراك، في فرنسا بياكلوا وراك ضفادع، اكله مفضله عندهم بالنسبه لهم، احنا بالنسبه لنا بالنسبه للكوارع يعني ايه؟ مش فاهم. الكوارع دي ايه؟ رجل غزلان مثلا؟ ما هي رجل جاموسه يعني. كوارع، احنا بناكل كوارع وبناكل مخ وبناكل لحمه راس. هقول لكم على حاجه، في اي حته في الدنيا بيجي العجل او الجاموسه رقبه امه تطير، اتذبح طلع منه لحمه، جلد، شكرا. تعالوا احنا بقى، بصوا احنا عملنا ايه في الجاموسه والعجل. احنا بنجيب العجل او الجاموسه، نوقعه وطير رقبه امه، خليها على جنب دلوقتي هنحتاجها. نفتح كرش الذبيحه، ناخد منه اللحمه. خدنا اللحمه؟ لا، مش كفايه اللحمه. ده احنا بناخد اللحمه وبناخد رجليه بنعملها كوارع، وبنخش جوه بطنه بناكل الكرشه والفشه والطحال والكبده والكلاوي، وبناخد مصارينه بنعملها ممبار. بجد والله بنعمل كده، بناخد مصارينه بنعملها ممبار، وبناخد الديل نعمله عكاوي، واكله غاليه يعني. العكاوي دي اكله غاليه، ونطلع على دماغه ونعمل لحمه راس ومخ وجوهره، تدب عينك في دماغ في عين ايدك في عين الجاموسه عشان تاكل الجوهره. اقنعنا نفسنا ان الجاموسه عناج، وبعد كده نقرف من الناس اللي بتاكل وراك ضفادع وراك ضفادع، بياكلوا وراك ضفادع واحنا بناكل كرشه. وبعدين انا عايز افهم حاجه، احنا ليه عندنا هسهس مع موضوع الاكل والجنس؟ يعني ليه دايما الواحد تلاقيه كده يقول لك ايه، كل مخاصي هتبقى كده؟ حتى المخاصي ما عتقناهاش، كل مخاصي هتبقى كده. عندنا اي حاجه يعني، انت ممكن تكون واقف في الشارع اللي احنا شارع برضه الشارع بيشهد على بلاوي الشارع ده. طب انت واقف في الشارع تلاقي واحد جاي مش عارف حصلت معاك ولا لا، بس تلاقي واحد جاي مع شنطه كده صغيره، واخد بالك، وبدون اي مقدمات، انت ما طلبتش منه اي حاجه ولا سالته ولا هو رايح فين ولا، بس هو يعرفك. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه الاخبار؟ تمام. بص بقى، وصيت الجزار الصبح وانا ماشي، قلت له ايه، شيل لي حتتين مخاصي. عارفين حتتين مخاصي؟ فجبتهم منه وانا راجع، خلي بس الجماعه يعملوهم لي، والنهارده بقى الخميس، انا مالي النهارده، الف مبروك، النهارده الخميس براحتك يعني، ايه المشكله يعني؟ النهارده الخميس، ربنا يوفقك. ممكن تخش الصيدليه تجيب لك اي حبايه بدل ما انت حاسس ان انت مفيش اي حاجه هتتعمل كده. ياخد المخاصي ويطلع، عشان بعد كده بعديها ب9 اشهر ربنا يكرمنا بعيل، يكرمهم كده بعيل صغنون يعملوا له عقيقه، برضه الجاموسه بتتذبح برضه، وبعد كده يسيب العيل ده ما يبقى عنده سنتين في الشارع بقى، برضه يروح نفس الشارع اللي كان فيه التويوتا والترامكو وكل الكلام ده كله، يبتدي يتعايش مع المجتمع ويبتدي يبقى سعيد باللي بيحصل. المهم ان هو يفضل قاعد في الشارع، عشان الشارع هو اللي بيربي، عشان الشارع هو اللي بيعلم، والشارع يستحمل عيل زي ما هو مستحمل التويوتا والزبالة والناس وغطيان الكازوزة، ومستحمل كل الكلام، مستحملنا احنا شخصيا. الشارع اول ما بيتسفلت بيبقى تحس ان هو ايه، شاب كده يعني، فاهم يعني؟ بعد ما بيتسفلت بسنتين، ما بيكملش والله سنتين، بشهر، تحس ان هو عامل زي كلب الجربان، الناس كلها اهانته. وبعد كده نسأل، هو احنا ليه مش عايزين نتغير؟ امشوا في الشارع وانتوا تعرفوا.